الصور دي في الانستغرام الشركة يا مان. يلا امسي يا اخي البنطلون ده ما عجبني، جينسي ده بيعمل لي الجنة دي. مالك يا مان، انت ما جادي ده بتاع اولاد ميك يا مان يا اخي. كلامك صح والله يا امسي، شغل الضيق عديل يا مان، ما بينفع يا. شوف لك شي كده كلين يا عم. ده فادي السمين. علي يا فادي. من يوم ما شفتك وانا قلبي دايب من يوم ما عرفتك وانا في كده دايب في كده وانا قد عشقت يا مالي. واو امسي مالك شو تشيكس ده؟ ويو انا عملت فيه مستقبل التم يا اخي والله دي موزة الدين يا مان. مالكم يا شباب؟ شوف الموزة الماشي ديك يا دي يا ديك بقاتل اللفة ديك يا اخي. ايوه اوكي والله دي موزة يا مان، دي تستاهل عديل والله. اسمعوني يا شباب، دي تشتروا ولا تشتروا؟ هذا تجيب لنا قدام الدكان يا اخي انت خليك عندك صبر يا اخي، ما قلت يا اخي خلينا نزود راكم يا امسي. راكم يا اخي، الزول ده ما عنده برنامج. خلينا ذاته طلاز ولا حاجة ثانية يا شباب. يا اخي الموزة اللي بنيت فيها طوبتين ده فاتت بوين يا اخي؟ الموزة دي والله حسه شفتها لفت بجاي. كده ارحكم نزار الحبشي ذاك يا اخي. اسمع يا مان عليك الله ما شفت لك موزة كده، موزة انشي يا اخي ما انت يا ما انت انت ليه انت يا مان يا انت خلاص يا اخي انت ذاته يا اخي. اسمعني هتسفاي، ما شفت لك موزة جات بجا؟ موزة اي موزة طويلة ايوه يا اخي جميلة. ايوه ذاته كبارة. انا ما اشوفه هذا شنو يا حبشي كيجا سايا. ان شاء الله تضربك كهرباء. جميلة عجبني ليه. يا ده كلام شو ده؟ يا لا يا ام سي يودك هاي هديك والله شايفها وراحكم عليها. هوي دقيقة يا فرد، ما نكون ماشيين وين؟ ما هيمشي واحد فينا بس، هسه نقرر هيمش منو، ما كلنا هنمش. انا بمشي انا يا زول. ايه انا هو بستاهل يا زول. لا دقيقة في راسك ريشة. تمشي ليه؟ ما امشي انا. انتوا كدابين شنو؟ اول واحد شافون ايه بس لكن المزة دي ما جاية معي، مزة عديل وجاية معي انا. يا اخي اقول لكم حاجة، ندع بس قرعة بس عشان ننتهي من الموضوع ده. خلاص يا زول ما حنك ندع قرعة. لا كلامكم ده بيجيب بنيات بعد شوية يا اخوي. يا تيتو ما تبقى طماع يا اخي، انت ما عندك ابو سين يا اخي، شنو يعني؟ هاي يا تيتو امرك منا، انت عندك ابو السين الموضوع منتهي بيني وبينك يا مايك. انت زادك يا ام سي يا اخي، ما تنسى زادك، ما عندك ابو النون يا ها؟ ابو النون ده من يا زول؟ يا خلاص خليت عليك هامزي، انت اصلا ما بتعرف تحني. اسمع يا مان، عشان انت اخوي وكده. نعم. انا هقوم اديك نصايح عشان ما تمشي ساي وتبكي لين والبدي تديك شاكوش. نعم. هاي انا اديك حاجه كده. نعم. الطريق اللي قلب البيت شنو؟ ايوه بس انا وديره. هاي يلا يا مان، اول حاجه تحسسه بالاهتمام. لا بسيطة. بس خلي حنكك سنين. حلو. اصلا الحنك السنين دي او الشغال يا زول رقيتها لكم دكو. بس اسمعني يا مايك، اي ما تسمع كلام الزول ده بيضيعك ساي. يا اخي ده ما نسيه سمع يا اخوانا اكثر من كيف. يا اخي عليك الله اهتمام ده، لكن ما بعدين بيضيعك. لا والله كلامه صحيح يا اخي. لا البدنا من تهتم بقى بعدين بتيجي تستغلك يا زول، ما تعمل كده. لا انا عندي استراتيجيه كده خاصه ان شاء الله. لا خلاص اهم هاي بس ما تديها فرصه بانها هي تستغلك. وجه ما في تب. خلاص يا مان اهم هاي خليك شفي ده، ما تنسى توكل بعد. اسمعني يا اخوتنا دقيقه لحظه لو سمحتي. انت كمان سمعنا؟ لا يا اخي ما لك يا استاذ، ما انت كده شوي ما عندي ليت الزمن. هذا اتعرف عليك وما اكثر من كده. وبعد ذاك لا ما في الشارع هنا، حاول كده نخش لنا حبه تجاه كده ان شاء الله، ركن كده نتناقش يا اخي. والله انا قصدي انا زول والله جاي بس، لا زول بس بتاع ايرس، بس ما اكثر من كده والله.
لا معلش انت بس دير اقول لك شنو يعني بيتكم فيه كلب ها لا اخوانك عندك كم اخوان كبار في كتير يربم شنو؟ بس انا لا ما اقدر اتزوج اخذنا انا ما عندي قضيه برا لكن دي رسال يعني عشان واحد يتفادى شنو يكون عنده هاي حاجه واحد راجل بو يعني يا زول هاي عندي بس برنامج بس دير هرسك طوالي انا ما شاء الله الحمد لله يعني عندي يعني ما يقارب يعني 2 موتر كويس واحد سايق واخوي واحد سايق وانا وعنده عربيه مقرشه راس جد؟ راس عربيه بطاح مقرشه بيت ما شاء الله سيراميك بخشم باب لا قاعد الحوش مو شوف؟ هاي ولا قاعد باب الجيران زاد والله يعني تمينا لهم ساي يعني مننا كده يعني ما شاء الله هاي بيت جاهز والله؟ دولاب والله 8,000 ما في كلام هاي بس يريز بس هاي ما والله رصيد البنك ده والله ما معروف زود يعني انا قروشي اللي بيجيبوا لي بعدت يقول لي قروش ما شاء الله وصلت كده هاي عندي خمار شغال يعني ما شاء الله بورد يومي وعندي حاجات كده شغاله ثانيه هاي ما شاء الله خلينا من ده كله عندك كريدت كارد؟ كرن كارد شنو ده ها كارت البنك؟ لا هاي بنكي هاي ما اقول لي بنكي لو كريدت كارد ده ما شويه كده هاي بس ما فهمتك في البدايه بس معلش معلش في البدايه ما فهمتك والله انت لو عايزني بجد تعال البيت وتقدم لي قلت شنو ما سمعت كويس تيجي البيت بيتنا بيتكم يا اخي ما خذ خليني انا عارفك اول حاجه وانت تعرفني انت مش عايزني يا اخي قرارك ما يبقى قرار صارم كده طوالي بيتكم وابوي هنا عشان كده لما جيت سالتك قلت لك بيتكم فيه كلب واخوانك كم حاسه هتيجي معايا البيت يا باشا عن اذنك لو سمحت الو يا ماما طبعا لو شفتي لقيت لي حتة عريس وانا يومي الحقيني ما بتعوض خالص عنده بيت وعربية وحساب في البنك يا امي الحقيني حاجة تقدم لي يا امي وانا تاني ده القوين يا امي حاسه هو قاعد معي لكن تقول شنو يا امي الراجل ده انا حسبوه كده ده كأنه زول غريب كده ده حجيبه معايا البيت قال حاجة تقدم لي يا امي ما بتعوض عادي ما بيلقوا تاني القوين تاني انا يا امي الحقيني ادعي لي بس يا ماما عشان اجي البيت ادعي لي يا الله يا أخ الزمن فات الزول ده وين؟ ده الحاصل سوا ده الحاصل سوا